ازيكم. مين فينا ما بيحبش أكلات مامته أو يحن لها أكلات أمهاتنا الحلوين، الأكلات البسيطة السهلة اللي من غير اللحمة والفراخ، اللي إحنا مهما قعدنا ناكل فيها ما نعدش بقى كام رغيف عيش أكلناه. أكلتنا النهاردة سهلة، اسمها مسقعة الخضار. مسقعة جميلة، يعني غير مسقعة البتنجان اللي انتوا عارفينها، مجرد خضار كده هنعملها في طاجن كده شكله حلو. هنشوف مع بعض الخضار مش مهري، كوسة، بتنجان، بطاطس، فلفل رومي حامي، هنقولهم كلهم مع بعض دلوقتي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن بتنجان رومي، وعندنا فلفل رومي أخضر وحامي، وطماطم، توم، صلصة، ملح وفلفل وكمون، كوسة وبطاطس. تاكليها بقى مع رز، مع شوية طماطم مخللين كده حلوة، مع رغيف عيش. يعني هتقعدي تاكلي بقى في عيش من غير ما تعدي بقى انت وولادك وجوزك. يعني جربوها معايا، أكلة سهلة وبسيطة وهتعجبك إن شاء الله. شوية كده ربع رغيف كده وقرن فلفل حامي، هتعجبك إن شاء الله مع بعض. تغيير بدل ما كل شوية لحمة وفراخ، لا احنا بنحب الأكلات البسيطة اللي بتفتح نفسنا ونقعد ناكل فيها ما نزهقش. مقاديرنا سهلة. هنجيب معانا فلفل رومي حامي وبارد. ممكن تحطي فلفل الوان او لا، بس انا حطيت هنا فلفل اخضر. مقاديري بتنجان رومي، وعندنا فلفل رومي وفلفل حامي وطماطم وثوم. التقطيع بقى زي ما انتم عارفين، هنقطع البتنجان، هنشرطه كده يعني نعمل فيه خطوط، وهنقليه بقى كمان شوية مع بعض، وهنقطع الفلفل والطماطم والخضار، الكوسة والبطاطس، كل ده هيتقلي. خلاص قطعت البتنجان شرطته كده زي ما انتم شايفين. هقطعه على حلقات ما تكونش تخينة، لا تخينة ولا رفيعة، بحيث لما تيجي تتقلي في الزيت ما تكونش ايه، تخينة كده وتشرب زيت. خلاص قطعت البتنجان بتاعي بالسمك اللي انتم شايفينه، وهحط عليه بقى عشان ما يشربش زيت بعمل فيه حركة أكيد كلكم عارفينها برضو حلوة قوي. نحط عليه شوية دقيق وشوية ملح، بحيث ان هو نسيبهم شوية، يعني مثلا نص ساعة كده تغسلي البتنجان، وتحطي دقيق وملح وتسيبيه في المصفى كمان شوية، كمان يعني شوية كده حلوين عشان ينزل المية بتاعته. هنقطع الفلفل الرومي الأخضر والحامي والبطاطس والكوسة. قطعت الفلفل الرومي، باشيل منه طبعًا البذر. في ناس بتحط الفلفل الألوان بس زي ما أنتِ عايزة، عايزة تحطي فلفل ألوان زي ما أنتِ عايزة، عايزة تحطي الفلفل الرومي براحتك. أنا حطيت هنا الفلفل الرومي الأخضر، قطعته برضه كده حتت عشان هاقليهم كمان شوية في الزيت. خلاص بنقطع بقى الفلفل الرومي مع بعض، وهاقطع كمان الطماطم عشان دي هاحط منها شوية في الطاجن، وأحط منها على الوش زي ما أنتِ شايفة. أكلة بسيطة وسريعة تعمليها على طول وولادك مش هيزهقوا منها، ولا أنتِ ولا عيلتك كلهم. حلوة ومفيدة في نفس الوقت. جبنا الطماطم طبعًا، شِلنا الجزء اللي فوق ده، هنقطعها slice برضه وهنحطهم في الطاجن وعلى الوش. خلاص بقى أنا زي ما قُلت لِك في الأول، حطيت على البتنجان ملح ودقيق، عفّرتهم كده بملح ودقيق عشان المَيّة اللي فيهم تنزل، وعشان ما يشربش زيت معايا. ممكن تقليهم في الزيت أو تدخّليهم الفرن يتشووا، أو تحطيهم في الair fryer زي ما أنتِ عايزة. أنا هنا قليتهم، خلاص هاطلّعهم بقى على مناديل مطبخ أو على مصفى عشان يتصفّوا من الزيت، وهابتدي أقلي برضه ما تغمّقيش البتنجان أوي، يعني هو كده لونه حلو عشان ما يبقاش مُر معاكِ. هنقلي البتنجان والكوسة والبطاطس نفس القلية، وهاقول لِك هنعمل إيه كمان شوية. هنا قطّعت الكوسة طويلة، أنا مش ما تقطّعيهاش يعني حلقات، لأ خلّيها بالطول كده عشان يبقى ليها شخصية كده في الطاجن، والبطاطس برضه ما تكونش رفيّعة أوي. هنقلي خلاص البطاطس، هنخلّي برضه يعني 3/4 سِوَى، مش هنسويها سِوَى كامل. والكوسة برضه هنقليها نفس الإيه، المنظر، برضه مش هتبقى مستوية سِوَى كامل، لإن الكوسة أصلًا ما بتاخدش سِوَى، فما ت ما ت ما تس ما تحمّريهاش أوي. زي ما أنتِ شايفة اللون كده. هنا بقى عايزين نعمل الصلصة بتاعة المسقعة. باجيب توم، ما تفرمهمش ناعم، يعني فرم خشن شوية، عليه قرن فلفل حامي، شوية زيت. ممكن تاخدي شوية زيت من اللي أنتِ قليتِ فيه الخضار، بتقلبيهم كده في معلقة زيت، اللي عايزين التوم ما يبقاش يعني ما ياخدش لون أوي، إحنا عايزينه لونه ما يكونش محروق، أو مش معنى كلمة محروق، لأ يعني يكون لونه فاتح شوية. هنطشه بمعلقتين خل. بعد كده هنحط الطماطم بتاعتنا اللي إحنا عصرناها في الخلاط، هنجيب عدد 3 طماطم نحطهم في الخلاط وعليهم شوية مَيّة،
نعصرهم، عايزة تصفّيهم أو عايزة تحطّيهم زي ما هُم، بس حطينا الخل وهنحط عليهم الطماطم وهنحط معلقتين صلصة وملح وكمون وفلفل، بس دي الصلصة بتاعة الإيه، بتاعة المسقعة. هنحط الصلصة الأول على التوم والفلفل عشان أي مواد حافظة تطلع من الصلصة، وبعد كده نحط عليهم الطماطم والتوابل بتاعتنا اللي إحنا قلناها في أول الفيديو، فلفل وملح وكمون. عايزة تحطي شطة زي ما أنتِ عايزة، بس هو في كده في فلفل حامي، فهتبقى يعني إيه خلاص كده كفاية، عشان لو في أطفال هتاكل أو الناس ما بتحبش الشطة ما تزوديش في الشطة بتاعتها. خلصنا خلاص كده القلية بتاعتنا، قلينا البتنجان زي ما أنتِ شايفة وقلينا الكوسة والفلفل، أنا قليت كمان الفلفل الرومي، أنتِ عايزة تقلي كمان فلفل حامي اقلي، بس أنا قليت خلاص الفلفل الرومي، هاحط الفلفل الحامي بس إيه كقرن كده على الوش. هنرص بقى الطاجن بتاعنا، هاتي كده طاجن حلو، فلاحي كده حلو، عايزة تعمليه في بايركس في صينية، بس هو الطاجن أحلى بقى كده بيبقى شكله شيك على السفرة و يليق بالمسقعة بتاعتنا اللي إحنا عاملينها. بنرص طبعًا البطاطس في الأول عشان البطاطس هتاخد سوا عن الكوسة والبتنجان، يعني آخر حاجة بترصيها البتنجان، نرص البطاطس بعد كده الكوسة بعد كده البتنجان، زي ما أنتِ شايفة. مسقعة مختلفة عن اللي إحنا بنعملها، عن المسقعة اللي إحنا عارفينها كلنا اللي هي مسقعة البتنجان بس، لأ دي مسقعة الخضار حلوة وجميلة، وفي الآخر يعني في الآخر الأولاد بياكلوا كل أنواع الخضار، إن هُم ما بياكلوهاش لأ هياكلوها في المسقعة، مش هيعرفوا بقى إيه يعني يفرقوها عن بعض، فهياكلوا من غير ما يقولوا لِك لأ إحنا مش عايزين ناكل ده ومش عايزين ناكل ده. حطي شوية بقى فلفل كده من اللي إحنا قليناهم وشوية طماطم بين الطبقات بتاعة البطاطس والكوسة والبتنجان. ده الطاجن ده هيدخل في الفرن على درجة حرارة، هو كله يعتبر مستوي، يعني البطاطس تلات أرباع سوا، الكوسة تقريبا قربت خلاص على السوا، البتنجان اوريدي مستوي، والصلصة يعني ما خلاص اتعملت، فهو مش هياخد وقت في الفرن، يعني درجة حرارة 180 أو 190 لمدة ربع ساعة كده كله يشرب من بعض ويتبخبط كده ويتحمر وشه، فما تزوديش عليه الفرن عشان برضه الخضار ما يتهريش، يعني مجرد ربع ساعة تلت ساعة يشرب من بعضه وخلاص. الفرن طبعًا يكون متسخن قبل كده. نرص البتنجان فوق وهنحط عليه شرايح الطماطم وقرن فلفل كده حلو وبالهنا والشفا. مش لازم يعني يكون في لحمة وفراخ عشان تبقى الأكلة حلوة، لأ أنتِ ممكن تعملي أكلات كتير جدًا من غير لحمة أو فراخ، تكون طعمها حلو وتأكل في نفس الوقت ويعني ومغذية، يعني مش لازم يكون في على السفرة لحمة وفراخ، لأ اعملي أكلات من دي كتير هتعجبك وهتكون مفيدة وتوفير في نفس الوقت. خلاص رصينا الخضار بتاعنا، هنحط بقى الصلصة عليه، ورصي بقى شرايح طماطم عليها من فوق وهتاخد لون حلو. بالهنا والشفا، وكده عملنا معاكِ طاجن مسقعة الخضار الجميل اللي أنتِ هتجربيه معايا، كان معاكِ مطبخ رانيا، وأشوفِك في الفيديو الجاي إن شاء الله.